السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخوتي في الله، كيف حالكم؟ نتمنى تكونوا في أحسن حال. اليوم كما راكم تلاحظوا حبيت نشارك معكم حلوى جافة اقتصادية بزوج حبات بيض. مكونات بزاف سهلة كما راكم تلاحظوا. رمتها في جوز الهند، ولا حبيتوا ديروها في المكسرات درت لكم وحده بالمكسرات باش تشوفوها كيفاش راح تكون. هذه كما راكم تلاحظوا فيها درتها بجوز الهند. حلوى جافة بسيطة يومية، كما تلاحظوا في الشكل تاعها، وتجي بزاف بنينة، ما تجيش يابسة، تلقاوها طرية شوية، تشبه الحلوى الطابع او الكروكي. حلوى يومية تنفع دائما لقهوة الصباح أو المساء. نتمنى باش تجربوها، وإذا جربتوها كتبوا لي رأيكم في التعليقات باش نعرف رأيكم في الوصفة خياتي، باش نحسن من نفسي، نحسن من القناة. الإنسان دائما يحاول يكون أفضل من اللي كان سابقا، ويحسن من نفسه ومن أدائه ومن وصفاته. على كل حال نبدا مع الوصفه نتاعي خياتي. عندي كما كنتم تلاحظوا زوج حبات بيض. تجيبوا الوعاء تاعنا، الحبه تاع البيض على كل حال جبتهم من الثلاجه ما قبل حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعه هكذاك، يكونوا بدرجه حراره المطبخ. دوك الصيف ما نجبدوهمش نخلوهم برا بزاف، حوالي 10 دقائق ولا ربع ساعه تكفينا. عندنا معها قرصه ملح، حوالي ربع ملعقه صغيره فانيلا. كما كنت تلاحظوا كوب الى ربع سكر، فيما يعادل 140 غرام سكر. الكوب هذا يحمل 200 مليلتر ناقص، كوب ناقص اصبع ونصف. نديروا هكذا المكونات، خلطناهم مليح حتى يذوب السكر. تستعملوا الخلاط اليدوي ولا الكهربائي كما حبيتوا. من بعد نضيفوا الزيت. استعملت كوب ناقص اصبع ونصف كما كنت تلاحظوا فيه، بالميزان 130 مليلتر. بعد ما خلطنا الزيت مليح باش تدخل في المكونات، باش كي ناكلوا الحلوى تاعنا ما نبقاوش هكذايا نلقاوها مزيته. استعملت الكوب الاول تاع الفرينه طحين، ضفت معها ملعقه صغيره مملوءه، ملعقه الشاي خميره كيميائيه. نغربلوا دائما الفرينه والخميره كيميائيه. نضيف الكوب الثاني. على كل حال هذه الوصفات دي معكم 3 أكواب. أنا استعملت 3 أكواب، نقصت لي منها حوالي نصف ملعقة كبيرة، ملعقة صغيرة معمرة هكذا. نديروا هكذا دائما الفرينة تاعنا، نبقاو نجمعوا بالملعقة. من بعد كي تتمسك العجينة نستعملوا اليد. وصفة سهلة، ما تديش كامل المكونات وما تديش كامل الوقت. الكوب الثالث كما لاحظتوا خياتي استعملته دائما نغرب الفرينة تاعي. استعملته قسمته على زوج، درت النصف وخليت نصف. دائما الفرينة استعملوها بالتدريج باش الحلوى تاعنا ما تنشفناش. قسمت العجينة تاعي الى 2 كما راكم تلاحظوا. كانت لهنايا مازالت طريه، لانه كان نخليها حتى تنشف. من بعد هذيك كي نزيد لها الكاكاو راح تولي ناشفه بزاف. على بها نقسموها كي تكون طريه. العجينه البيضاء نبقى نضيف لها في الفرينه حتى ترجع عندي متماسكه. تكون عجينه ما تكونش طريه بزاف هكذايا، وفي نفس الوقت ما تكونش يابسه بزاف. تكون عجينه متماسكه، بين ماشي طريه بزاف وماشي يابسه بزاف. كما راكم تلاحظوا القوام تاعها، شوفوا كيفاش يكون. نحطوها جانبا. نرجعوا للعجينه تاعنا اللي حين نلونوها بالكاكاو. استعملت فيها ملعقه كبيره ونصف، وجمعت العجينه تاعي. من بعد ضفت نصف ملعقه كبيره، المجموع ملعقه كبيره ونصف. جمعت العجينه كما تلاحظوا اللون تاعها كيفاش راهو بني شباب. استعملت الكاكاو البني المر. نفتحوها فوق ورق الزبده، حطيتها جانبا كما كنت تلاحظوا. هذه الفرينه اللي بقات لي من 3 أكواب. دائما نديروا الفرينه ونفتحوا العجينه هكذا فوقها، باش ما تلصقناش في سطح العمل. نجيبوا هذيك العجينه البنيه نحطوها فوقها، نحاولوا نفتحوها شويه هكذا باش تلصق فيها. من بعد نبداو نلوو فيها، نفتحوها شويه فقط هكذا باش تدخل في بعضها، باش تلصق هكا العجينه البنيه في البيضاء. ونبقاو نلوو فيها. راكم تلاحظوا كي شغل طويناها، رفدنا هكذايا طبقه وحطيناها فوق اختها باش تجي القلب تاعها بني. من بعد نبقاو هكذا نطوو، نرفدوها كيما هكذايا ونطووها. مانيش نلوي فيها كما كنت تلاحظوا، راني نطوي فيها. كما كنت تلاحظوا فيها نديروا شويه فرينه، نتحفوها، نعطوا لها شكل شباب.
ما نديروهاش خشينه بزاف، يعني باش ما تكونش الحبه تاع الحلوى كبيره بزاف، هكذا يعني حتكون كيما الحلوى تاع الطابع في الحجم. ولا حبيتوا ديروا بها هذه الوصفه كروكي، صدقوني تعطيكم نتيجه من اروع ما يكون. نجيبوا هكذايا كوبات ولا اي قطعه كانت عندكم، نقطعوا بها الحلوى تاعنا بعد ما عطينا لها شكل شباب وتحفناها باش يكون الشكل تاعها املس يعني ومستقيم. قطعوها كما كنت تلاحظوا بهذه الشكل بهذه الطريقه. اذا حبيتوا الحلوى تاعكم تكون مقرمشه يعني يكونوا هذوك الخطوط باينين من برا، ديروا العجينه تاعكم شويه ناشفه. ولا حبيتوا الحلوى تاعكم تكون طريه، ديروا كيما درت انايا، يعني راح هذوك الخطوط من برا ما يبانوش بزاف، ولكن الحلوى هكذا راح تكون طريه. من بعد ما قطعتهم كما كنتم تلاحظون، نجيبوا كوبات تاعنا ولا اي حاجه ولا سكين، نديروا لها هذوك الخطوط من الاعلى يعطوها شكل شباب في نفس الوقت باش ما تشققش حلوى. دخلتها الفرن على درجه حراره 170، تحمرت من الاسفل، شالت لها من الاعلى خليتها تحمرت، خرجتها خليتها كي كانت الحلوى تاعنا دافيه ولا بارده كيما حبيتوا نتوما خياتين. نجيبوا هكذايا عسل، انا عسل على كل حال هذه خدمتها في المنزل، كنت مستعملتها في حلوى اخرى. من بعد نديرو هكذايا في جوز الهند من الاعلى فقط، ما نديروش من الاطراف، يعني ما نديروش من الجوانب وما نديروش من الاسفل، فقط من الاعلى نديرها جوز الهند. ولا حبيتوا ما ديروش يعني جوز الهند ترشوها بسكر ناعم، نفس النتيجه يعني كل واحد يعني يزينها كما يحب هو. انا نحب ندير هذه اللمسه تاع العسل، هكا ندهنها بالعسل ونديرها في جوز الهند تجيني بزاف هايله. صدقوني هذه الحلوى مع انها بسيطه وسهله كما كنتم تلاحظوا فيها، ولكن تجي بزاف هايله مع قهوه حليب. جربوها. يعني حبيتوا ديروها في المكسرات، راني درت لكم حبه هكذا باش تشوفوا كيفاش حتكون، ولكن بالجوز الهند تعجبني بزاف. ولا حبيتوا تخلوها هكذاك ترشوا عليها سكر ناعم، تعطيكم نتيجه بزاف هايله. جربوها، كتبوا لي رايكم في التعليقات باش نعرف رايكم في الحلوى، نعرف رايكم في الوصفات. شوفوا كي نقسموها تلقاوها الحلوى تاعنا. على كل حال كيما على بالكم الحلوى تاع الزيت يعني كل ما خبيناها للغد يعني راح تكون طريه اكثر. شوفوا كيفاش حتكون خطوط من الداخل طبقات، الشكل تاعها بزاف هايل، تجيكم هكا طريه هايله يعني بين القرمشه والطراوه، يعني ماشي طريه طريه وماشي مقرمشه حتى يابسه. هذه الوصفه تاع نهار اليوم، نلتقي معكم في وصفات اخرى. دمتم في حفظ الله ورعايته، مع السلامه.